تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تاك بدعيا لعلك تفلح. في هذا الكتاب، كتاب جذور البلاء، أستضيف اليوم شيخ شمس الدين الجزائري. شيخ شمس الدين مرحبا بك. شكرا على قبولك الدعوة. شكرا. شيخ شمس الدين، راك فجرت قنبلة يعني. لا، هي القنبلة كانت متفجرة من قبل، يعني القنبلة انفجرت منذ مدة، احنا اليوم نعيش في مخلفات هذه القنبلة فقط يعني. نعم، مخلفات هذه القنبلة. في بداية الحديث شيخ شمس الدين، يعني ما لوحظ في هذا الكتاب وما لفت انتباهي أنه ليس اختلاف في الرأي. قال هذا هذا التيار تيار سلفي، يعني فيه بعض ربما عدم اتفاق أو اختلاف في بعض الآراء الفقهية، وهذا ربما عادي وأمر يعني مشروع في الشريعة، ولكن فيه تغليط بالنسبة للمرجعية. هذه المرجعية أو هذا التيار يقول بأنه مرجع يهودي. نعم، أنا أقول بأن المنهج السلفي كله على ضلال. المنهج السلفي نعم، ما هوش خطأ هنا أو هناك. هذا هو الأمر. نعم، نأخذ مثلا الفقه المالكي أو الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي، نصيبوا بعض علماء أخطأوا في بعض المسائل، ولكن المنهج صحيح. لا، العقيدة السلفية عقيدة ضالة. لا، العقيدة السلفية عقيدة ضالة. عباد الله من أهل السنة، أيها الغرباء، على منهاج نبوة محمد سيد الأنبياء، قد جعل الله الأمانة بين أيديكم، وجعل الله رب العالمين الحق صائرا إليكم منطوقا به على ألسنتكم، مدعوا إليه بحالكم وقالكم، فاتقوا الله في طريقكم واعلموا أنكم على الحق، وأن أحدا لن يغني عن أحد شيئا، وأن الضلال قد عم، وأن البلاء قد طم، وأن الانحراف عن الجادة ما زال يسير سيرا حثيثا يقوده أقوام بأزمة الهوى ومقادات الفتن، فتمسكوا بدينكم على نهج نبيكم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، وستنكشف الغمة وستنجلي الظلمة إن شاء الله جل وعلا، ويعرف الرجل منا ومنهم إذا زال الغبار أفرس تحته أم حمار، أفرس تحته أم حمار. فلأنصرن الحق حتى أنني أسقو على ساداتكم بطعاني. الله صيرني عصا موسى لكم حتى تلقف إفككم ثعباني. بأدلة القرآن أبطل سحركم وبه أزلزل كل من لاقاني.